فقت اليوم بواحد الإحساس غريب وإحباط وواحد زيارة في كرشي. هاد القضية تتوقع ليا مني تنكون بغيت ندير شي حاجة جديدة خارجة على المألوف، وبهاد الإحساس وأنا كنقول لراسي أجي نجلس للأرض ونشوف هاد الإحساس شنو تبغي يقول ليا. يعني هذاك الصوت اللي جاي معاه اللي كنت قبل ما تنردش ليه البال، كنت تنصحاب أن هذاك أنا هكا أنا مقلقة وتنفكر بزاف وهكا تنحس. ولكن مع الكتب والبودكاست واليوتيوب تنسمع تنقرأ تنتعلم، لقيت بأن ماشي هذاك الإحساس ولا هذاك الصوت مني جلست مع راسي وبديت تنسمع مزيان، بدأت يتفسر لي هذا الإحساس اللي حسيت به اليوم بكلمات قال لي. الفيديو اللي تديري وخاصة الأخير راه ما كانش في المستوى، وبدأ الشك والخوف تيبان وبدأت تحط لي المبررات. راكي كنتي بطيئة جدا وكنتي تتمتمي، وهذا المحتوى راه حتى شي واحد ما غادي يفهمه ولا يعاونه، راكي غير تتخربقي وما عارفاش شنو كديري وتتحاولي تتكلمي بالدارجة باش فهموها الكل، ولكن كل شيء خرج زيرو. شديت ورقة وستيلو وبديت نكتب هذا الإحساس ككلمات، ولقيت بأن هذاك الصوت اللي كان خافت كان الماسك ديال الخوف. وبديت كنسول راسي شنو كان تيقول لي مني كنت صغيرة، ولقيت بأن با اللي هو جدي الله يرحمه خليوها مسكينة ما قادرة على والو، ولا امي الله يرحمها شوفي هي جداتي أزوال شوفي فلانة وعلانة. ومني كنت نجيب شي نقطة مزيانة في المدرسة ما عمر شي واحد قال لي برافو عليك نادية ما شاء الله. وفهمت بأن الدماغ ديالي مني شافتني بديت كنحس هذا الإحساس مع داك الصوت اللي كان بحال الهمس ما واضحش وما كانش واضح وهو يشد وبدا يقارن ليا مع هادوك الملفات القدام وجبدهم ليا. بدا تيقول لأن الدماغ ديال نادية الصغيرة مني كانت تسمع هادوك الجمل والانتقادات وعدم المبالاة ترجمهم لها باش يحميني زعما من الألم العاطفي. دماغي بدا تيفسر بأن هاد الشيء راه خطر عليا، وبدا تيوجد ليا الآليات اللي باش يحميني. هادوك الآليات راح نعرفينهم fight flight and freeze، كانوا تستعملوا بكري باش الإنسان تيحافظ على راسه من الحيوانات. مني غادي نشوف مني غيشوف الحية غادي يهرب ولا يضرب ولا يجمد في بلاصتو. وهنا مني دماغي بدا تيحس بالخوف اللي هو الخوف من الفشل، ان هاد الفيديوهات راهم زيرو حتى واحد ما غادي يسمع ليهم لا يستافد، والخوف بانني ما قادراش، والخوف من الرفض. ولكن انا كيف قلت لكم سابقا انا جايه هنا باش نتعلموا مع بعض ونكبروا مع بعض، وما جاياش نقلب على المثاليه. مني جلست مع راسي وكتبت وخديت نفس عميق وبديت كنسول راسي واش هاد الاحتمالات صحيحه ومعاوناني في المسيره ديالي. وانا نجاوب راسي لا 100% لا. انا ولدت بنتي بوحدي في لوبيتال في لندن وربيت بناتي احسن تربيه بوحدي، ودوزت بزاف ديال الصعوبات وبفضل الله والاراده القويه ديالي. ومنين جا هاد الصوت لقيتو راه جاي من جدي وجداتي الله يرحمهم والمحيط اللي كنت عايشه فيه. وكيفاش نقدر نرد على هاد الصوت بحنان وعطف؟ بديت نقول لها هذاك الصوت انا حسيت بيك وسمعتك وفهمتك بانك جيتي باش تحميني، ولكن انا ماشي هذيك نادية الصغيره اللي ما قادراش. انا كيف قلت لكم دوزت بزاف بهادوك الصعوبات هما اللي عاونوني وعلموني باش نكون قويه الان وباقا نتعلم. وفي الاخير كتبت رساله للنادية الصغيره
خديت التصويره ديالي ملي كنت عندي 7 سنين 8 سنين وغمضت عينيا وبديت تنسولها ونسمع ليها اشنو تتقول وطمأنتها وحضنتها وقلت لها انا فرحانه بان شوفي فين وصلنا والخوف معانا. وكتبت واحد الآية اللي تتساعدني بزاف باش نشوف الأمور بوعي وفهم، واللي هي وإن مع العسر يسر، وتنركز بزاف على مع. ودابا غادية نقول لكم وليا بداي براسك وسولي هاد الصوت اللي جاك اليوم ديال من وكيفاش غادي تجاوبي عليه بوعي وتفهم. وشكرا.